كلنا بنقابل ناس كتير، كل شخص بيترك أثر معين في حياتنا، لكن مش كل الناس بيكملوا معانا الطريق. أحيانا بنحس بصعوبة في تقبل الفكرة دي، لكن الحقيقة إن العلاقات المؤقتة مش دايما حاجة سلبية. الحلقة دي هنتعلم 3 خطوات بسيطة تساعدنا نتقبل العلاقات المؤقتة في حياتنا ونقدرها. مرة كنت في رحلة مع صديقة عزيزة عليا جدا، كنا بنتكلم عن أحلامنا، عن مستقبلنا، بنقضي أوقات حلوة مع بعض. كل حاجة حوالينا بتقول إن صداقتنا دي هتدوم، لكن فجأة ومع تغيير الظروف بعدنا عن بعض. ده كنت حاسة إن حاجة كبيرة ناقصاني. مع الوقت فهمت إن وجودها في حياتي وقت ده هي عظيمة، عدني أتعلم حاجات كتيرة عن نفسي وعن العالم. يمكن ما كملناش الطريق مع بعض، لكن لحد النهاردة فاكرة كل اللحظات الحلوة اللي احنا عشناها مع بعض. العلاقات زي الفصول، بعضها بيدوم طويلا والبعض الآخر بيكون مجرد رحلة. هتفهم إن التغيير طبيعي، هتقدر تتعامل مع الفراق بسهولة. فكر في علاقة انتهت، ركز على الدروس اللي اتعلمتها منها. حاول تكتب رسالة شكر حتى لو ما بعتهاش الشخص اللي أثر في حياتك. بدل ما تحزن على انتهاء العلاقة، فكر في اللحظات الجميلة اللي عشتها فيها. اكتب 3 لحظات سعيدة جمعتك مع الشخص ده، احتفظ بيها كتذكار بدل الألم. العلاقات المؤقتة بتسيب مساحة لعلاقات جديدة، أشياء مختلفة. خصص وقت للقاء أشخاص جدد أو تطوير علاقات حالية. نشاط جديد يشغلك ويضيف لحياتك. هي زي القطار، بتركب معاك فترة بس بتنزل في محطات مختلفة. فكرة مش في مدة العلاقة، لكن في قيمتها وفي الأثر اللي بتسيبه فيك. شاركوني من أكتر شخص أثر في حياتكم لو ما كملش معاكم. بس كده، سلام.